زمان كان في مكان مش بس مكتبة، كان عقل العالم كله متجمع في مبنى واحد. الناس كانت بتروح له من كل مكان، يوناني، هندي، فارسي، مصري، بابلي. كل حضارة كانت حاضرة. بس في لحظة النار اشتغلت والحبر اتحول دخان، والمعرفة اتدفنت من غير جنازة. في ناس بتقول اللي حرقها هو يوليوس قيصر، ناس تانية قالوا المسيحيين لما حرقوا المعابد، وفي اللي اتهم المسلمين لما دخلوا مصر. بس الحقيقة محدش عارف مين بالظبط. بس الكارثة حصلت، والمكان اللي كان فيه ملايين الكتب اتحول لرماد. بعد تأسيس مدينة الإسكندرية على إيد الإسكندر الأكبر، وبعد وفاته جه واحد من أعظم خلفائه، بطليموس الأول. بطليموس كان راجل مش بس عايز يحكم، لكنه كمان كان عايز يخلي حكمه ده عاصمة للعقل. فقرر يبني حاجة ما اتعملتش قبل كده، مكتبة تجمع فيها كل معارف البشر. مكانها كان في الحي الملكي جنب معبد السرابيوم، وملحقة بمؤسسة ضخمة اسمها الموسيون، حاجة زي الجامعة كده. المكتبة دي كان فيها ما بين 400 ألف ل 700 ألف لفافة ورقية، كتب في الفلسفة، الطب، الفلك، الجغرافيا، التاريخ، الزراعة، الرياضيات، حتى الكتب المقدسة كان ليها برضه نسخ هناك. المؤرخ سترابون كتب عنها وقال: لم يكن في العالم مكان يشبه مكتبة الإسكندرية في جمع المعارف من كل الأمم. العلماء كانوا بيتكلفوا انهم يترجموا كتب من كل لغات الارض، ومن اشهر اللي اشتغلوا فيها كان اقليدس في الهندسه، ارستارخوس اللي قال ان الشمس مركز الكون، ارخميدس في الفيزياء، جالينوس في الطب. يعني كوكبه من اروع العلماء. بعد سنين وبعد وفاه بطليموس الثاني عشر، ساب العرش لاولاده كليوباترا السبعه وبطليموس الثالث عشر. المفروض ان الاتنين يحكموا سوا، لكن الواقع ان كل واحد منهم كان عايز العرش دي لوحده. بطليموس كان صغير في السن، والوصال اللي حواليه استغلوا ده وعزلوا كليوباترا من الحكم. لكن كليوباترا ما سكتتش، خرجت من اسكندريه وجمعت انصارها واستعدت ترجع، مش بالحرب لكن بالدهاء. في نفس الوقت يوليوس قيصر القائد الروماني اللي كان بيحاول يهرب بعد هزيمته في معركه فرسالوس وصل لمصر مطارد من خصمه بومبي. بطليموس حاول يكسب قيصر، فبعت له راس بومبي مقطوعه في صندوق. ساعتها قيصر استغرب، قال: هكذا يستقبل القادة في مصر؟ اتقرف من اللي شافه، وقرر يدخل بنفسه في الصراع ويفرض وصيته على الحكم في مصر. كليوباترا لما عرفت ان قيصر في القصر الملكي كانت ممنوعة من الدخول، لكنها عملت خطة عشان توصل له. قالت انها هيلفوها في سجادة وهيقدموها هدية للقيصر. ظهرت كليوباترا قدام القيصر، شخصية ساحرة ذكية متعلمة وعندها كاريزما ما بتتشافش كل يوم، وقيصر انبهر بيها. ومن اللحظة دي قرر يدعمها ضد أخوها بطليموس ويعيدها للعرش ويحميها بقوته العسكرية. بطليموس أعلن الحرب وحاصر القصر الملكي، والمعركة اتنقلت لشوارع اسكندرية. قيصر اتحاصر وما كانش عنده مفر، فأمر بحرق الأسطول المصري في المينا عشان يقطع خطوط إمداد العدو. اللي ما كانش يعرفه إن النار هتجري من السفن وتوصل للمكتبة، والمكتبة تتحرق. كل ده علشان عرش، واحنا خسرنا أعظم مكان في التاريخ البشري كان ممكن يغير مستقبلنا عشان خاطر عرش. في القرن الرابع الميلادي كانت روما مش بس بتتغير، كانت بتتشقلب. المسيحية بقت الديانة الرسمية للإمبراطورية، والمعابد الوثنية تحولت لأعداء. وفي سنة 391 ميلادية الإمبراطور الروماني سيودوسيوس الأول أصدر قرار صادم: حظر كل الديانات الوثنية وتدمير كل معابدها. القرار اتنفذ بعنف، وبأمر من الأسقف ثيوفيلوس هاجم المسيحيين المتشددين على المعابد، ومنها معبد السرابيوم اللي كان في الإسكندرية، وجواه مكتبة فرعية من مكتبة اسكندرية الأصلية. تم تدمير السرابيوم بالكامل، والمكتبة اللي فيه اختفت، اتحرقت، اتنهبت، محدش عارف بالظبط. لكن المؤرخ سقراط السكندري كتب إن الحادثة دي كانت ضربة قاسمة لما تبقى من كنوز العلم في الإسكندرية. بعد الحادثة بدأت عقود طويلة من التعتيم، محدش كتب كتير عن المكتبة، واللي ضاع. بعد المؤرخين حاولوا ينفوا حكاية الحرق الديني، لكن الوثائق من شهود عيان بتقول إن في لفايف اتحرقت وتماثيل اتفتتت، والنار ما فرقتش ما بين تمثال وكتاب. المرة دي ما كانتش النار بالغلط، كان قرار بإعدام الذاكرة عشان تطلع عقيدة جديدة. من أكتر القصص اللي بتتقال عن مكتبة اسكندرية
قصة ان عمرو بن العاص بعد ما دخل مصر سنة 641 ميلاديا امر بحرق المكتبة بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب. لكن السؤال، القصة دي اتقالت امتى؟ واتكتبت فين؟ ومين اللي قالها؟ أول مرة ظهرت القصة دي كانت بعد 600 سنة من الفتح الإسلامي في كتاب اسمه تاريخ الحكماء لمؤرخ اسمه ابن القفطي، نقلها عن مؤرخ مسيحي سرياني اسمه ابن العبري. نص الرواية كان: قال عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب: وجدنا في الإسكندرية مكتبة ضخمة، فرد عمر: إن كان ما فيها من علم يوافق القرآن فلا حاجة لنا به، وإن كان يخالفه فهو كفر فحرقها. بس تعالى بقى نسأل، هل في أي مؤرخ مسلم معاصر للفتح ذكر القصة دي؟ لا، ولا واحد. طب هل الطبري، ابن عبد الحكم، الوقدي أو البلاذري قالوا عنها؟ لا، وسيكتوا تماما. طب هل في أي وثيقة قبطية أو رومانية قالت إن المسلمين ولعوا المكتبة؟ برضه لا. طيب هي ليه اتقالت القصة دي؟ في الغالب القصة دي انتشرت بعد الحملة الصليبية. لما كان في محاولة لشيطنة الفتح الإسلامي وربطه بالجهل وتدمير الحضارة. حتى مؤرخين غربيين زي جوستاف لوبون وجورج سارتون قالوا بوضوح: القول بأن المسلمين أحرقوا مكتبة الإسكندرية هو افتراء لا أساس له من الصحة. المكتبة اتحرقت بس قبل ما المسلمين يوصلوا بقرون. اللي ضيعها كان الطمع والسياسة والتعصب مش الإسلام. في مكتبة اسكندرية كانت كل ورقة باب لعالم تاني. المكتبة كانت بتجمع كل كتاب في العالم المعروف وقتها، وكان في فريق كامل شغال على ترجمة، نسخ وتوثيق الكتب اللي بتيجي من فارس وبابل والهند، من مصر القديمة، من أثينا، من الصين، من الجزيرة العربية ومن الحبشة. كل سطر كان بيتنسخ في المكتبة كان بيسابق الموت عشان يخلد المعرفة. كتب كتير ضاعت، ومنها كتب فيزياء يونانية بتحكي عن الذرة، نصوص هندية عن الجراحة الدقيقة، رسائل في علم الأعصاب من مدرسة الإسكندرية الطبية، دراسات فلكية قالت إن الشمس هي مركز الكون، ترجمات من كتب كونفوشيوس وزرادشت، أبحاث عن الرياضات الفلكية البابلية، كتابات عن النباتات والدواء المصري القديم، وكان في مخطوطات نادرة بتجمع بين الفلسفة والعلوم زي كتاب عن الروح لأرسطو، ونظريات عن الضوء والانكسار سبقوا بها الغرب بقرون. الأهم إن في كتب ما تعرفش حتى كانت بتقول إيه، لأنها اتحرقت قبل ما تتسجل. المكتبة ما كانتش مجرد أرشيف، كانت مختبر فكري حي، الناس بتكتب فيه وتجرب وتغير. اللي اتحرق ما كانش ورق، ده كان طريقنا للمستقبل. في العادة اللي بيحرق كتاب بيتلسع، بس اللي حرق مكتبة اسكندرية ما اتلسعش. المفروض ان حريق بالمستوى ده يكون وراه مجرم، اسم، امر مباشر. لكن الغريب ان المكتبة اتحرقت اكتر من مرة، وفي كل مرة الكل بينكر. الرومان قالوا ان قيصر ما قصدش وان الحريق كان محدود. المسيحيين قالوا انهم حطموا المعابد لكن ما اتكلموش عن المكتبة. المسلمين اتقال عليهم القصة بعد 6 قرون من غير اي شاهد او دليل فعلا، والنتيجة ان المسؤول الحقيقي ما تسجلش. المؤرخ الانجليزي ادوارد جيبون كتب: اندثار مكتبة الاسكندرية هو اكبر خسارة ثقافية في تاريخ البشرية، لكن الاكثر ايلاما اننا لا نعلم كيف ولماذا حدث ذلك بالضبط. وده اللي خلى المكتبة تبقى مش بس مبنى اتحرق، لكن رمز للسكوت وللتاريخ اللي بيتكتب بايدين المنتصر وعلى مزاجه. الناس ما بتخافش من النار قد ما بتخاف من النسيان. كل مرة هنتكلم عن المكتبة بنبقى بنطفي شوية من النار دي، وبنفتح باب للسؤال اللي شاغل المؤرخين: مين بالظبط اللي قتل عقل العالم؟ في سنة 2002 وبعد أكتر من 2000 سنة اتفتح مبنى جديد على شط البحر في نفس المكان اللي اتحرقت فيه الذاكرة، وكان اسمه مكتبة الإسكندرية الجديدة. مشروع رمزي حاول يقول إن العلم ما بيموتش وإن اللي اتحرق ممكن نرجعه ولو حتى بمعناه. المكتبة الجديدة فيها ملايين الكتب، قاعات بحث، أرشيفات رقمية ضخمة، ومركز ثقافي كبير. لكن السؤال الحقيقي: هي فعلا رجعت اللي ضاع؟ اللي اتحرق كان فكرة مش مجرد لفافات. لحد النهاردة كل مرة حد يذكر مكتبة الإسكندرية بيفتكر إنها كانت أمل الدفن، أمل إن الحضارات تتكلم مع بعض، إن كل معارف البشر تتخزن في مكان واحد، وإن العلم يكون أغلى من أي سيف. لكن التاريخ كان ليه رأي تاني. يا ترى لو كانت مكتبة اسكندرية لسه موجودة كنا وصلنا لفين وعايشين ازاي دلوقتي؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.